السلام عليكم. في خبر اليوم، الملك يوجه خطاب قوي يزلزل الاتحاد الأوروبي ويفرض عليه شروطه، وفي المقابل تخوف الإسبان من الخطاب. قبل ما نبدأ، لا تنسى الاشتراك في القناة تزامناً مع اقتراب موعد انتهاء مدة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 18 يوليو المقبل. قرر الأوروبيين عدم إجراء مفاوضات مع الرباط لتجديد اتفاقية الصيد بين الطرفين، بانتظار معرفة الحكم الذي ستصدر محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق المتعلق بالصيد بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وتشير مصادر مطابقة إلى أن موقف المغرب في هذا الملف يعرفه الأوروبيين، حيث تشترط الرباط على الاتحاد الأوروبي حسم موقفه من قضية الصحراء قبل تجديد اتفاق الصيد البحري، باعتبار أن كل استثمار لا يشمل مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة ولا يحترم سيادة المملكة فلن يقبل بها المغرب. وأكد الملك محمد السادس أن ملف الصحراء هو المنظار الذي ينظر به المغرب إلى العالم، مشدداً على أن أيضاً هو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات، مضيفاً جلالته في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب. أوجه رسالة واضحة للجميع: إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات. وتتخوف إسبانيا من تبعات احتمال عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين بروكسل والرباط، التي تسمح بموجبها المملكة لأكثر من 120 سفينة أوروبية أغلبها إسبانية بالصيد في سواحلها بموجب بروتوكول موقع خلال العام 2019 ينتهي في 17 من الشهر القادم، مع ما قد ينجم عن ذلك من خسائر فاتحة لملاك السفن والصياديين الإسبان. وهذا يبين الشخصية القوية للمملكة. وفي النهاية، لا تنسى لايك للفيديو والاشتراك في القناة.